ضيفنا النهارده ضيف الحقيقة ولا أروع ولا أجمل، لأنه يعني نقول محتك بشكل كبير جدا بالقوى الناعمة. القوى الثقافية في مصر ليها طابع خاص، طابع محبوب في المنطقة العربية كلها وفي العالم بأسره. ضيفنا النهارده الشاعر الكبير الأستاذ محمد المصري، مستشار ثقافي وإعلامي للعديد والعديد من المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الأدبية. أهلا بيكم، نور الهواء. أهلا بحضرتك دكتورة أمل الدالي. شرف عظيم لي أكون ضيف عزيز على هذا البرنامج الجميل ميكانو، وأنا متابع على فكرة البرنامج. بشكر حضرتك جدا على هذه الاستضافة الجميلة. شرفتنا ونورتنا. الله يخليكي. أستاذ محمد، يعني حضرتك شلت على عاتقك الكثير والكثير من الهموم والحمول بالنسبة للمجتمع الثقافي المصري. هناك من هو مثقف، ومنهم من هو شاعر، ومنهم من هو قاص، ومنهم من هو قادر على الإبداع الكلامي. فكرة إن حضرتك تبقى مستشار للعديد من المنتديات الثقافية والأدبية والمؤتمرات وغيره وغيره، ده كان اختيار من حضرتك رغم إن أنت مش الكارير بتاعك، فكيف حدث هذا؟ لا، يمكن أنا تواجدي في الوسط الثقافي والأدبي عامة، يعني يمكن من 2015. الحمد لله، يمكن بعرف بجيب حشد كويس، حضور كويس للمنتديات الثقافية. موضوع كمان الدعاية والإعلان اللي أنا يمكن بحب، يعني واخدها هواية أساسا. فدي يمكن هي اللي عملت لي الكارير في جذب الجمهور لحضور الندوات الثقافية. جميل أوي. فبالتالي المهرجانات والصالونات الأدبية ابتدت يعني يخلوني بقى مستشار إعلامي حلو وثقافي أوي. ليهم، بحيث إن أنا أقدر أجيب لهم جمهور. ودي حاجة بتسعدني جدا طبعا، لأن أنا دي بعتبرها رسالة أنا بقدمها للمجتمع. كون إن الثقافة أولا شيء جميل جدا، والأدب، فده شيء جميل، ودي حاجة أنا بحبها جدا يعني. حلو أوي. فدي جت من ناحية. طيب أستاذ محمد، يعني حضرتك في حديث خارج الهوا كنت بتقول لي أنا كانت بدايتي وبداية انطلاقي من أكتوبر. عايزة أعرف وتحكي لكل المستمعين والمستمعات كيف كانت البداية مع الشهر العظيم شهر أكتوبر. أكتوبر تحديدا 73، تحديدا 6 أكتوبر سنة 1973، 10 رمضان. أنا أتذكر جيدا، كان أول دخول دراسة ليا بالنسبة لي بالصف الأول للإعدادي. تمام. فأنا كانت فترة مسائية، مدرسة شبرا، وبالصدفة كانت مدرسة شبرا الثانوية للبنات، يعني مدرسة ثانوية بنات، بس إحنا كنا 6 فصول بس أولى إعدادي، خلونا فترة مسائية تمام. في المدرسة. يعني فترة مسائية، مثلا دخلنا بعد الساعة 12، بعد الساعة 1، مش متذكر قوي. المهم بعد ما دخلنا المدرسة يوم السبت أول يوم، كانت أعتقد الدراسة كانت دخلت قبلها بأسبوع، بس إحنا دخلنا متأخرين أسبوع، اللي هو كان يوم 6 أكتوبر. تمام. لظروف ما يمكن بيشوفوا لنا مدرسة، حاجة زي كده. فأنا لما دخلنا المدرسة قعدنا شوية كده وخرجونا من المدرسة، يعني مشونا. طبعا انا تقريبا 11 سنه 12 سنه تقريبا، فما اعرفش احنا مشينا ليه. فوانا ماشي في الشارع كده لقيت في الناس فرحانه واللي بيسمع الاذاعه وقاعد قدام التلفزيون. عبرنا قناه السويس، اقتحمنا خط الريف. طبعا في السن ده انا مش مستوعب الحكايه عارف دي. حضرتك الإحساس إنك تبقى مستني خبر من 67 لحد 73 ويحصل في اليوم ده بالظبط كده، كان شيء كبير قوي. فطبعا من هنا بقى ابتديت انا عايز اتابع بقى الموضوع واعرف الدنيا فيها ايه في السن الصغير دوت. فابتديت اجيب بقى الجرايد اقراها، كانت بتشدني جدا بقى صور القاده العسكريين في الجرايد ده. وكان قصائد الشعر بقى بتنزل بقى خاصه القصائد اللي هي العاميه، يعني اللي كانت قريبه شويه ليا، او يمكن يعني اللي اقدر افهمها في السن المبكر ده. حلو قوي. فكانت بتشدني كده. من هنا بقى ابتديت اقرا
يعني هي القرايه ابتدت من تمام. هنا، من اليوم 6 اكتوبر اكتشفت يعني جذبك نفسي. الحدث للقراية اكتشفني والثقافة. اكتشفني يعني انا آه. اقدر اقول ان 6 الله. اكتوبر هي اكتشفتني، آه. اكتشفتني ثقافيا وادبيا. أكتوبر وصناعة الرجال. بالظبط كده. مم. فهي كانت البدايه من هنا، ان انا اقدر اقرا واشتري جرايد واتذكر الجورنال كان مش عارف ده تعريفه ولا 15 تقريبا، حاجه زي كده. ده تمام. كان اياميها الاهرام والجمهوريه والاخبار، هي دي الجرايد اللي كانت موجوده يعني. مم. وكنت بعمل بقى قصصات بقى، اقص بقى الصور القاده واحطها في. وكان المدرس أو اللغة العربية بالذات كان يقول لك يعني قطع من الجرايد وحط واكتب موضوع عن اللي انت لا انا عايز بتكتبه. اقول حاجه كمان، يمكن اه. قبل ما اكتشف الموضوع ده عندي، انا كنت في ابتدائي. انا اتذكر مم. مثلا في تانية ابتدائي كان عندنا ماده اسمها التعبير، مم. فانا اه كنت طبعا. جيد جدا فيها على فكره. اه. يعني انا كنت احسن واحد مثلا اكتب التعبير. فيمكن انا يمكن كراستي الوحيده اللي كان المدرس ياخدها مني لما كان يجي حد مفتش بيجي دوره ايوه. كده. اه. فكان المدرس بتاعي ياخد الكراسه بتاعتي يديها كنت بتاخد للمفتش. كام في التعبير؟ لا اعتقد كنت باخد درجه عاليه جدا. 10/10. وكنت في الثانوي كنت ماسك اذاعه المدرسه. حلو قوي لأن قوي. انا قعدت في الثانوي يعني اذاعه فعلا المدرسه. فعلا كان بداية ابتكار اه. لشخصية مم. ثقافية من الدرجة الأولى، مم. محبة للشعر والقصة مم. والتعريف بالذات مم. والحاجات الجميلة قوي دي. طيب برضو عايزة أسأل حضرتك حاجة. ليه في الوقت الحالي شبابنا عازفين عن الجرائد الورقية؟ يعني ممكن يكون الإنترنت له جزئية كبيرة جدا، مم. لكن فكرة إحساسك بإن الجورنال في إيدك وبتقرأ منه موضوع ممكن ترجع له بالليل، مم. أو ترجع له تاني يوم أو بعد سنة أو بعد 10 سنين. مم. ليه الإحساس ده ما بقاش موجود جوه شبابنا؟ لان الجرايد الورقيه دلوقتي بقى النت دلوقتي بيدي المعلومه، وبرامج التوك شو اللي هي في التلفزيون بتدي آه. نفس المعلومه. فبالتالي يمكن ايام ما كانت موجوده الجرايد ما كانش فيه البرامج ديت وما مم. كانش فيه النت، فالتكنولوجيا هي اللي اثرت لكن عايز اقول حاجه، ان الكتاب ما فيش حاجه تاثر فيه خالص. أيوة. ده الحاجه الوحيده اللي ما فيش، لا تكنولوجيا المعلومة ولا لا المكتوبة لا المعلومه لا المكتوبه تتغير. لا تتغير. آه. الكتاب لا يعني يظل زي ما هو. لازم الواحد يقرا في الكتاب، ما يستناش ياخد المعلومه من انترنت صحيح. ولا من اي مكان الا من صحيح. الكتاب نفسه. يعني انا شخصيا بعمل كده يعني. مم. يعني انا ما اقدرش استغنى عن الكتاب خالص، لان هو ده ومصدر الاساس، هو المصدر موثوق منه. الرئيسي، هو المصدر الرئيسي. وبقى عارف الكتاب مين اللي يعني في كاتبه. الوقت الحالي حضرتك م- بتشوف ان حاجات كتير جدا بتتقال على الانترنت بيدخل فيها جو الشائعة، م. جو اللا منطقية، اللا معقول. أصبح ده موجود وبيلعب بمخ وتفكير الشباب. لكن الكتاب الموثق بيخاف حتى اللي بيكتبه إن هو يكتب فيه حاجة غلط لأنها تتاخد عليه. طبعا. صح؟ لا ما هو كمان الكتاب، هي حضرتك زي ما انت قلت كده، اصل اللي على النت الانترنت ده اللي بيكتب بتبقى اشخاص. انا ما اعرفش هو عنده مجهولة. مجهول، انا ما اعرفش هو امم. عنده المعلومه صحيحه او جايبها صحيح منين. صحيح. فهو بيكتب من وجهه نظره هو، تمام. فممكن تبقى فيه اشاعات. لكن الكتاب بيبقى المصدر معروف، انا عارف انا بقرا لمين، امم. عارف مين اللي كاتب الكتاب دوت، مين بيحترم المؤلف بتاعه. كلمته. طبعا لا لازم اعرف مين المؤلف بتاع الكتاب. آه. حتى انا لما كنت اجيب الجرايد، انا كنت اجيب الجورنال من مدير تحريره. يعني اعرف مين مدير تحرير الجريده دي، يبقى الجريده دي كويسه، مدير تحرير بالظبط فلان. بالظبط. ماشي. انا شخصيا كنت بقى كده، يعني امم. اجيب التحرير من امم.